السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم واحد الاكله المفضله عند جميع المغاربه، واللي هي بطاطا الدجاج بالفريت او اللحم بالفريت. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. ندوي اليوم انا نطيب غير في الطاجين. انا كيعجبني نطيب الطاجين اكثر من الكوكوط. نديرو واحد جوج بصلات كبار، واما 3 ديال البصله خضاريه اللي مقطعه تقطع بين وبين، يعني غير كدوب، هي ماشي واخا ديروها كاع غليظه راه غير كدوب. نديرو هنا الملحه، الملحه كتكون على حسب الذوق. البزار تاني كذلك على حسب الذوق، لان كاين اللي كيبغي بزاف وكاين اللي شويه. حاجه وحده اللي ناكد لكم عليها هي الخرقوم بلدي، كتزيدو شويه بزايد لانه هو اللي كيخطر المرقه واللي كيعطي واحد المذاق زوين. انا درت هنا استعملت معلقه ونص يعني صغيره، الا كانت حيت غير معلقه صغار هي ديال اللي تيكونوا مع القرعي ديال العطريه. اما الا كانت معلقه العاديه ديال الكافي يعني كتكون معلقه. هنا معلقه سكينجبير، وهنا معلقه ديال قزبر حبوب. هذه الثومه حكيت واحد جوج ريوس او 3، الا كانوا جوج ريوس كبار اولا 3 موين. صافي غناخذوا هاد المقادير كامله وغنديروا معاهم الدجاج على حسب الافراد الاسره ديالك. انا درت هنا غير طويجين صغير لان ما كاينش بزاف، ما كاينش يعني حنا قلال، وما بغيتش ندير طاجين كبير باش هنا هذا كيجي مجموع ودغيا كيطيب. ودرنا الزيت بطبيعه الحال، نسيت ما قلتش لكم هو الاولاني، تقريبا نص كاس او كاس الا ربع تاع الزيت العود. صافي هنا غنبدا نقليو تدخل العطريه مزيان. نتوما كتشوفوا كيفاش البصله هبطات ولو الدجاج خدا اللون ديالو. انا دائما الدجاج تندير له العطريه شويه ملي تيكون يلاه غسلته، كندير له من العطريه كل حاجه منها شويه شويه، يعني الملحه شويه البزار شويه السكنجبير شويه الخرقوم حتى القزبر حبوب الا كان عندكم حتى هو ديروه، وكنعطرو مزيان وعاد تندير فيه بلاطو كنطلعو للفريغو باش كيجمد، باش هكا تعطينا هاد اللوين هذا. اما دخلتو هكا يعني ما درتو العطريه كيجي بيض اللون ديالو، هكا تيجي اللون عنده عاطي النضره. صافي وزدنا هنا شويه قزبر وشويه معدنوس، واحد شويه كان عندي في الفريغو يعني كان جامد. داكشي اش بغيت نديرو في الاول كان باقي الطاجين ما سخنش، انا عاد درتو حتى الاخر. صافي دابا هنا غنمرقو غنخليو الطاجين يطيب على خاطرو، غنقصو منو العافيه بطبيعه الحال ونخليه يطيب على خاطرو. عطيو حقه في التقليه تا هو راه خصو يتقلى مزيان. راني واخا كان غير مزربه الفيديو دابا، لان ضروري خصو يتقلى بشويه، وخليوه يديروا فيه شويه الماء وخليوه يتقلى واحد نص كاس تاع الماء. صافي بقى تقليو حركوه قليو حركو مزيان حتى كيشرب ديك العطريه مزيان. صافي وخليه يطيب على خاطرو. هنا دابا هنا الطاجين عندي طاب، دابا غنديروا البطاطا الفريت حتى هي طيب حتى هي. خدينا البطاطا على حسب العصا ديالك، وثاني كتقطعي لها راه كلشي كيعرف يقطع البطاطا. كاين اللي كيسلقها نص سلقه وعاد تيقليها، وكاين اللي كيقليها مباشره. الا كانت البطاطا الحمراء من الاحسن ندير له واحد شويه واحد غليه ديال الماء وشويه الملحه حتى تغلى شويه، يعني ماشي بزاف، ما كاملش واحد الدقيقه، هي باش ملي جا طيب ما تجيكمش من الداخل يعني كتكون من برا راه حمراء ومن الداخل كتكون باقا ما طيباش. هذيك شويه ديال الغليه ديال البطاطا كتخليها تكون طيبه حتى من الداخل وكتجي مقرمشه. هذه هي اكثريه البطاطا الحمراء كتكون شويه انا بعدا ما كنجحش معايا بزاف في القليان، اكثريه كتكون شويه كتكحل من برا ومن الداخل كتكون خضراء، واخا البوطه تكون ناقصه منها. دابا انا حيت البوطه هنا مجهده حيت كان عندي غير البطاطا البيضاء كتكون ناجحه مزيان 100%، وكتكون واحد نوعيه جيده اللي كتكون البطاطا ملي كتجي تعزلوها في السوق. خذوا البطاطا اللي كتكون فيها الرمله شويه بحال الحمراء البيضاء وهي فيها الرمله بحال الحمراء، ما تاخذوش البطاطا العادي اللي مديره بحال اللون ديالها كي الصابون، لا هذه اللي فيها الرمله شويه بحال نقولوا حنا مرمله شويه فيها الرمله حمراء.
صافي. وكنخليو البطاطا هكا طيب على خاطرها، يعني البطاطا راه ما مجهداش بزاف، راه كتبان لكم هكاك. صافي غطيب البطاطا ان شاء الله، وغندوزو للطبق التقديم. يعني اكله سهله كنوريوها للمبتدئات، اما اللي واصلين راهم واصلين تعرفوا كلشي. المبتدئات اللي باقا عاد يتعلموا في الطياب، نعطيو حتى هما فكره على الطياب، حتى هما يتعلموا ويدخلوا الكوزينه، ونشجعوهم شويه، لان هاد الوقيته البنات ما كيبغيوش يدخلوا الكوزينه، واكثر هي على التليفونات تلفهم، ما كيستافدوش منه. ولكن على الاقل يدخلوا يستافدوا بعدا شويه في الطياب بعدا، على الاقل بعدا. انا شاركت معكم غير الحاجه البسيطه هاد الايام، يعني هي الطويجنات اللي هما ساهلين، يعني خاصه بالمبتدئات، يعني غير اللي بغى يتعلم هذه هي المناسبه. هانتوما كتشوفوا البطاطا البيضاء، هانتوما كتجي يعني شاده راسها، ما كتهرس ما والو. صافي كنشوفوا البطاطا قربت الطيب ديالنا، البطاطا الفريت. يعني ماشي شي اكله زعما شي حاجه واعره، اللي هي سهله وخاصه المبتدئات كما قلت لكم، واللي هي في متناول الجميع، لان اي واحد يقدر يصايبها في الدار. يعني كلشي راه تيكون موجود، البطاطا تكون موجوده، الدجاج تيكون موجود. يعني البنات ينوضوا يتوقدوا شويه ويدخلوا الكوزينه ويتعلموا ويطيبوا، حتى حاجه ما واعره. كلشي ولا باين في اليوتيوب، اللي ما خدم عند هادي وخدم عند هادي ويتعلموا. صافي البطاطا تاعنا قربت توجد. دائما خذوا هاد النوعيه اللي كنقليو فيها البطاطا بالشبكه ديالها، اللي كتجي فيها البطاطا رائعه، احسن من المقله عاديه اللي كتقليو فيها، يعني كتجي زوينه وما كتهرس ما والو. ما كنحركوها لا بمعلقه لا بفرشيط لا حتى حاجه، اللي هي ساهله وفي نفس الوقت كتجي بطاطا تاعها زوينه. يعني بطاطا كيما حطيتيها كتبقى ما تهرس ما حتى حاجه. هانتوما كتشوفوا على عينيكم كلشي راه باين وواضحه. البطاطا كاين جاس راه محمره ومقرمشه. هي بدا كتعجبني البطاطا البيضاء في القليه احسن من الحمراء، حتى النوعيه تاعها وكلشي كتكون زوينه. وكما قلت لكم وما كتجيش خضره من الداخل، كتكون طيبه. هاي دابا خدينا واحد الكاغيط يعني بابي سيرفيات ودرنا في الطبسيل باش ما الزيت يهبط. لا بانت لي شي حاجه باقا متحمراش لتحت، خليتها هي تحتانيه. شي المهم تنقادو باش كلشي يتقاد، كلشي يجي طايب، كلشي يجي هو هذاك، ماشي يجي بيضاء ويجي حمراء. صافي دابا غنصفيوها، غنديروها في الطبسيل ديالنا ونخليوها تسقطر مزيان من الزيت. ها هي باش تطفي البوطي، لان مازال باقا عندي واحد القليه اخرى، داكشي علاش. انا كما قلت لكم هاد الاكله راه سهله، يعني اي واحد يقدر يصايبها. يعني غير المبتدئات كما قلت لكم اللي خاصهم يتعلموا اول مره، ضروري خاصهم يشوفوا المقادير من الاول حتى الاخر. هذا هو الطاجين ديالنا نتوما كتشوفوه، هو طيبناه وخليناه برد. دابا حتى نجي نقدموه، غنسخنوه ونخضروه بالبطاطا فريت وغادي نحطوه. صافي دابا حنا هو الطاجين تاعنا سخان، ها هو دابا صافي حنا تنسخنوا فيه، هو سخن. دابا حنا كنخضروه في البطاطا الفريت، ها هي دابا راه طفيت عليه، راه غير الطاجين اللي باقي تيغلي. صافي خضرناه بطاطا فريت، هانتوما شفتوا كيفاش جا المريقه تاعو واقفه خاطره، جات كتشهي وجات واحد الاكله ما نقولش لكم يا سلام على الماكله، جات واعره واعره واعره. شتي خلينا فيها هذيك البصيله وشي شويه المرقه، راه ماشي بزاف. هذيك المرقه راه حيت مع اللحم مدق يعني جا مجموع، تيبقى يبان لكم المرق. ودي الاكله ديالنا اللي هي المفضله في الدار. ما تنساوش من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.